السلام، نتمنى ان شاء الله الفيديو ديالي يلقاكم في افضل الاحوال يا رب نتوما ومعز عندكم. اليوم ان شاء الله غادي نخدم معكم هذا الكورميطه بالعقيق المدور وبالكريستال. كتخدم في العبايات، كتجي في جليلبات، تقدروا توظفوها في اي حاجه، طريقه سهله كتجي ما شاء الله غزاله. بنات، قبل ما نطرق للطريقه ديال الخدمه ديالها غادي نتشارك معكم واحد الاصوليات اللي داروا عليا واحد الهجوم شرس من نهار السبت حتى اليوم الاثنين. انا هذا الفيديو ما كانش غادي نحطه حيت عندي بياسه اخرى اللي كنخدم فيها، ولكن هذه اللي جاتني سهله باش انني نبداها معكم. من نهار السبت البنات دخلوا عندي شي اصوليات قليله الادب، انا بغيتهم يدخلوا يسمعوا هذا الفيديو هذا، وكنعتذر من اخواتي من ميماتي اللي على راسي وعينيا الراقيات واللي كيخليو لي كومونتيرات زوينين، كنعتذر منهم حيت هذا الفيديو علاش غادي نطرق فيه لشي حوايج اللي خلوني نخرج على الصواب ديالي. انا من يعني اللي كنعرف على راسي انا انني بعيده على المشاكل وما كنبغيش نتدخل في امور الناس. عمرني ما دخلت شي قناه وكتبت ليها شي كومونتير اللي هو ناقص وشي كومونتير اللي غادي يخلي لها واحد الاثر سلبي مسكينه على النفسيه ديالها. علاش؟ شوفوا معايا البنات هاد لي كومونتير، واحد الفضوليات اللي يتخباو من وراء حب الوطن ما خلاو ما قالوا فيا، وما كيبقاو يصيفطوا باش كيستفزوني. خائنه، كلبه مسعوره، مكلخه، يعني ما خلاو ما قالوا. في هاد الفيديو البنات غادي نخلي لكم بعض الكومونتيرات باش تشوفوهم وانتم حكموا بريوسكم على هاد الاصوليات اللي ما بغاونيش نبقى نحط طرق او تفاصيل الخدمه اللي كنخدم فيها والناس تتعلم وتخدم على راسها. علاش انا اللي كنحط هاد الفيديوهات؟ حيت الام ديالي كانت واحد النهار كتعيش ظروف ديال بعض الاخوات بالصنعه ديالها وبالصنعه ديال الوالد الله يرحمه باش كبرنا، ولكن كانت مرا وقاده، ماشي بحال هاد الاصوليات بارده الكتاف اللي غير كينوضوا يغسلوا وجههم ويدوروا على القنوات كيكتبوا بان قنوات الطبخ وقنواتنا حنا ما عندناش الحق اننا نخرجوا التراث. اين تراث كدوي عليه؟ هذا كله صناعه حديثه، حنا اللي كنجتهدوا، حنا اللي كنبتكروا كنحطوها باش الناس يستافدوا منها من خلال الانترنت، وكنتعرفوا على ثقافات الناس كيف ما الناس كيتعرفوا على الثقافات ديالنا. وربي راه خلقنا شعوب وقبائل لنتعارف، ماشي كنزرعوا الفتنه فحالكم نتوما وكتخرجوا وتقولوا حنا حب الوطن حنا كنرضعوه من الحليب ديال الامهات ديالنا والتراث الاصيل كنعرفوه، وما يمكنش لكم نتوما غتجيو توريونا شنو اللي هو على صواب وشنو هو اللي لا. وكنتمنى انكم تبعدوا مني وتخلوني نخدم على قناتي، واحسن حاجه هي الاعمال الصالحه اللي غندي معايا، ما غندي معايا حتى شي حاجه من هذا الشيء. والرحمه ديال الوالدين، فاش كتدخل شي وحده وكتقول لي الله يرحم من رباك، هذاك احسن انتصار عندي في هذه القناه اللي نتوما ضراكم. سبحان الله. كنتمنى اللي كتابعني ما تبخلش عليا بلايك وبواحد الكومونتير كيف ما يكون. علاش؟ حيت قناتي كتسينيالا، ما عرفت علاش كتسينيالا، حيت كنحط محتوى مفيد. المهم البنات غنبدا معكم هنا. عندي 8 ديال العقيقات وعندي كريستاله نمره 6. كنجي كنخدم على الخياطه. هنا تقدروا تخدموها في اي بلاصه تفينيو بها اي بياسه بغيتو نتوما. كنجي كنرجع من وراء هذيك الكريستاله نمره 6 بهذه الطريقه هذه. كنحاول انني نرجع البره، يعني نتعاود 2 خطرات كنحاول انني نرجع البره في الكريستاله بهذا الشكل هذا. ودائما راني كنخدم على الخياطه البنات، في الاول دائما كنخدم على الخياطه بحال هكا. هذه كنسميوها الكورميطه. كنجي عاوتاني كناخذ واحد الكريستاله هي الاولى وكنضيف 8 ديال العقيقات بهذا الشكل. شوفوا دائما على الخياطه ومن بعد غتشوفوا معايا التتمه. كنجي كنحاول انني نخرجها في 2 عقيقات اللي فوق الكريستاله بهذا الشكل هذا. شوفوا دائما
كان البرا كنخرجها محاديه للعقيق او محاديه للخياطه باش كتجيني متقونه، او كتجيني على شكل البريم اللي كنخدمو شي داخل في شي تموج بهذاك الشكل بحال هكا البنات. وجبدوا كنجيو عاوتاني كناخدو، هانتوما شوفوا كيفاش دايره هادي، كنجيو كناخدو واحد 8 ديال العقيقات وكريستاله كيف ما في الاول. شوفوا الخطوه الثانيه اللي غادي ندير هي اللي غادي تتبعوني تبعوها باش تخدموا هذا الشكل هذا، وما شاء الله كتجي واعره البنات. انا كنبغيكم تخدموا هذا الشكل، واخا الهجوم اللي جاني على قبل هذا الشيء. كنجي كنخرجها عاوتاني من ورا الكريستاله وكنرجع البرا. دائما البرا راه نمره 10 والخيط دائما على 4 البنات. هنا الخدمه راه كتكون مدفونه ما كتبانش من التحت. غادي نشوف واش خليت المقطع اللي بينت فيه الطريقه ديال الفينيسيون او لا. المهم حيت الصوت راه مركب. كنجي عاوتاني هنا في الخياطه البنات، شفتوا في الخياطه وكنخشي كنخرج البرا عاوتاني من 2 عقيقات اللي الفوق من الكريستاله. دائما كنحاول انني نخرج البرا قريبه للعقيقه باش باش كنحصل على هذاك الشكل فحال البريم بحال هكا. غنجي عاوتاني غادي ناخذ 8 ديال العقيقات وكريستاله بنفس الطريقه. شوف كنجي عاوتاني وكنخشيها حدا الخياطه. العدد ديال العقيق تقدروا نتوما تقللوا منه، ولكن باش كتجيكم هذيك بحال الشكل ديال الكورميطه باينه عريضه كتخدموها بهذا العدد اللي خدمت به انا. كتجيو كتبقاو تخدموا عاوتاني بنفس الطريقه حتى غادي تشوفوا معايا او كيف ما شفتوا في الاول كتجي بحال الكورميطه وفي نفس الوقت مبرومه، كتجي زوينه ما شاء الله. شتي البنات هاد الفيديوهات اللي كنحط هما السبب ديال هذوك الكومونتيرات من هذوك الاصوليات وقليلات الادب، حيت انا اللي كنعرف على راسي انا راه ما كنجي جنب حد ولا نقيس حد ولا نظلم حد. كنخدم بالقانه، كنعشق خدمتي، كنبارطاجيها مع الناس. اغلبيه ما شاء الله ولاو كيخدموا تعلموا. وكتجي وحده تقول لك التراث ديال جدودنا، واش جدك انت فاش كان عايش كان كيخدموا هذا الشيء؟ بغيت غنعرف التراث الاصيل راه حنا عارفينه، راه بواتنا وجدودنا راه خدينا منهم هذاك الشيء. ما محتاجاش انت تجي دير ليا الدروس الحسنيه في قناتي وسيرتو انت هما الاخرينات واش نفس الكونط ولا لا. ولكن انت راكي بزاف، انت راكي عيقتي، انت راه عزيزه لك الدقابيل. انا ما زيش عليا الدقابيل، عزيزه عليا الخدمه والدراع كيكون ناضي والقلب حار. كنخدم باش الناس تستافد. اما انت راه كدي دعاوي ديال البلا. اما انا رحمه الوالدين الحمد لله والشكر لله. المهم البنات كنخدموا والله قسما بالله الا تعصبت. شتي من نهار السبت وانا حاطه اعصابي في ميه بارده خلاوها المصريين خواتاتنا المصريين. ولكن اليوم غا حليت عيني صونا تليفون باش نوض نفيق وليداتي يمشيو للمدرسه وجات عيني ديريكت في هذاك الكومونتير. سبحان الله العلي العظيم. صافي البنات وهي تشعل لي البوله الحمراء في راسي. قلت والله حتى اليوم نخدم هذا الشكل هذا واللوح المتتبعات ديالي ضد فيهم كاملين، وان شاء الله غنبقى على هذا المنوال. شوفوا البنات الصفحه ديالي في الفيسبوك، حيت بعض الاخوات الله يهديهم كيستافدوا ما كيبغيوش يديروا اللايك. علاش؟ اللايك راه كتخلي القنوات ديالنا ديما طالعين، سيرتو هاد المحتويات ديال الطبخ وديال الصناعه. كاينين اعداء اللي ما كيبغيوش الناس تستافد. كيف ما حنا كنستافدوا من ثقافات اخرين راه الناس كيستافدوا منا. والاغلبيه ديال هاد التعاليق علاش كيجيوني علاش تبارطاجي باش الناس اخرين يسرقوا لينا التراث ديالنا. علاش؟ حنا ما شفنا من هذوك الناس غير الخير والاحسان. اغلبيه ديال المتتبعات ديالي من بعد المغربيات اللي تاج فوق راسي واخواتي الجزائريات على العين والراس والليبيات والمصريات والعراقيات
ما كيكتبوا الا طيب الكلام، ما يسر خاطري. ما عمرني ما لقيت شي وحده كتهاجمني بهذه الطريقه. كاين الانتقادات البناءه كندير واحد القليب وكنخليه، ولكن نتوما راه كثرتوا عليا. كون كنتي حدايا غادي نعاود لك الترابي انا، حيت انتي ما كتعرفينيش. انا داخله سوق راسي وكنعرف بيني وبين اللي خلقني، وحاشا ولله واش كنطفل على الناس ولا كنكتب لهم شي حاجه اللي تضرهم باش انا تكتب ليا. النهار اللي يمشي عند اللي خلقني لقاها في الصحيفه ديالي بالخط العريض، ها قلتي وقلتي وقلتي. وحسبي الله ونعم الوكيل فيكم. هادشي اللي غادي نقول. المهم البنات، نتمنى انكم تكونوا تستافدوا وما تبخلوش عليا البنات بلي كومونتير ديالكم، الله يرضي عليكم، وبلي جيم ديالكم، باش هاد القناه تبقى بنفس غاده بنفس المنوال. يعني انا هاد القناه هادي النهار اللي درتها والله سبحانه وتعالى عالم ما في القلوب، ما غاديش نبقى يعني بغيت نتشارك مع الناس ونعرفهم على الحرفه ونبسطها ليهم ويعرفوا كيفاش. ولكن مؤخرا ولاو كيجيوني كيقولوا اللهم كثير حساد انا، وفعلا القناه ديالي وصلت هاد الاخوات الفاضلات. كثرت الهم الضحك البنات وحق الله، والله الا كتضحك. ما عرفتش انا واش قلت لكم في الاول ديال الفيديو على صفحتي ولا لا، اللي وصلت ل 100,000، اكثر من 100,000 خديت منها واحد الصالير. يلا خديته منها مده 3 سنين. دائما كيوقعوا لي فيها مشاكل، دائما. نهار البنات اللي شديت فيها واحد الصالير في العيد، هذاك الشهر طيروها لي البنات. سبحان الله العلي العظيم. راه ما يمكنش، راه هادشي كلشي راه ما كيبغيه لا الله لا عبده. حيت الانسان الناس كتعب على القنوات ديالها، بحال واحد الوليد صغير كتولديه وتبقاي تربي فيه وتبقاي غادا معاه بشويه بشويه حتى تكبريه، وفي نفس الوقت خدمه. الا دخل منا شي رزيق راه كنفرحوا به، وكيكون هذاك الرزيق ماشي بالضروره حنا كنتنفعوا منه، ولكن مهم كنفرحوا. راه شهر كناخذو 5 شهور. انا بالنسبه لي دابا نوريكم البنات كلشي بالدليل باش تعرفوا. هاد الشهر دخلت 4000 ريال. لاباس عليا. والله. وشوفوا انا ما نكذبش عليكم البنات، انا كنحط الفيديوهات وكنفرح بالكومونتيرات ديالكم الزوينين. اما فحال هادو كيما خلات هذيك قالت لي انت كلبه مسعوره، فعلا نكون حاشا المتتبعات الوفيات ديالي نكون كلبه مسعوره مع الاشكال ديالكم. خاصكم تعرفوا بان واحد الفئه ديال الناس ماشي بالمقدور ديالهم يمشيو يخلصوا باش يتعلموا الصنعه وباش يقوموا بريوسهم ويترزقوا. يترزقوا يعني يدخلوا واحد المدخول يعاونوا به ريوسهم. ولكن هاد السوشيال ميديا وهاد الفيديوهات وهكا هاد المنصات خلات الناس انها تعلم، ونقربوا ليهم هذاك الشيء اللي هما كيظنوه مستحيل. والوحده اللي كتقول انا ما نقدرش ندير، فاش كتشوف الامور البسيطه اللي باش كتخدم واحد الحاجه اللي هي كتشوفها صعيبه كتكون بسيطه، كنحببوها هذاك الشيء. هذا هو الغرض من هذه القنوات. راه ماشي اي وحده كتلوح راها كتربح، راه كنديو غير رحمه الوالدين، هذاك هو اكبر ربح. وكنتمنى منكم البنات ما تبخلوش عليا. والله الشي راه دخلوا لاخر فيديو تبقاو تقلبوا راه تلقاو الاغلبيه راه ماسكيت، درت ليهم ماسكيتهم حيت ما بغاوش يتبلوكاو ليا، ولكن غتلقاو حيت كاين اللي جاوبتها وكاين اللي ما جاوبتهاش. هنا البنات راه كتجي بهذا الشكل، تقدروا تخدموا حتى في النص السوق ديال الجلابه، كتجي ما شاء الله غزاله. نتمنى انكم تخدموها البنات وانكم تستافدوا من هذه الطريقه ديال الخدمه، ونتمنى لكم مزيد من العطاء يا ربي ليا وليكم. الله يسترنا من شر الخلق يا رب.